بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم مرحبا بكم يا البنات، أهلا وسهلا في درس. هذا ليس درس، عفوا هذا تطبيق للطرزة اللي نعدت لكم من قبل. خدمنا نصها وراني نكمل لكم فيها تشوفوها واجدة. التطبيق يعطيكم تحفيز، يعطيكم حب للمهنة، حب للطرز الجزائري العتيق والقديم. طرز أمهاتنا وجداتنا كان باليد ومن بعد رجع بالماشينة، وتطور حتى نقصد الماشينة الصغيرة، وتطور حتى الماشينة اندستريال، وراح تطورات أكبر اللي هي الماشينة نتاع الميكرو. لكن يقول لك جديد حبه القديم ما تفرط فيه. طرز أجدادنا وأمهاتنا مليح ونحبوه، وماذا بينا يستمر وما تروحش هاد العادة وهذا التقاليد. وطبعا مش كل البنات قادرين يديروا ماشينة تاع الميكرو اللي تطرز بيدها حويجة باهية، تقعد فيها هذيك لام، هذيك الروح اللي تحطها الأخت، يعني حاجة اليد تقعد دائما عندها ان شارم وحده، انغو وحده. البنات، نقول لكم اللي دخلوا جدد معانا تفضلوا اشتركوا، فعلوا الجرس. نكره الجملة هذه، فعلوا الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد. يلا البنات، هيا ساعدونا وعاونونا تطلع القناة ليه هكا نتشجع ونحط لكم كل ما هو جديد وما في جعبتي، والجديد راهو الخير والبركة. أسرار المهنة، حوايج بزاف راهي يعني حايبة نحطها لكم، لكن المشاهدات راهي قليلة، راني نستنى شوية تطلع المشاهدات ونتكلوا على رب العالمين ونحطوا حوايج باهيين بزاف وكل ما يصل خاطركم. راني قريب في شهر و1000 مشترك من وصلت، مع اني راني القناة الاولى راني نطلب في البنات ارواحوا لقناتنا الثانية، ديروا لها اشتراك، عاونونا باش تطلع. حتى وإن كنتم لستم مهتمين بالطرز، على الأقل تعاونوا القناة أنها تطلع وتكون فيها فايدة للمهتمين بالطرز. فوالا، يعني عاونوا اللي حايبين يتعلموا الطرز. لك زادت قعدت لي القناة هذه تاني باش تتفعل عام خلاف، والله يا البنات راني ديكوراجي من درك. يلا، ان شاء الله فيها خير. نعول عليكم ان شاء الله، والعول على رب العالمين باذن الله، ومساعدتكم ان شاء الله زيد تتفعل القناه هذه. وقفلوا لنا برك سويع يا البنات، قفلوا لنا سويع نتاع الشرط الاول، يعني ما عنده، ما مازال راني فت النص، لكن الشرط الثاني هو اللي صعيب، يعني يعتمد على المشاهدات نتاعكم البنات. ديروا لنا اللايك، يعني تنتشر القناه وتخرج لناس اخرين ربما مهتمين بتعلم الطرز. يقولوا ناس بكري المهنة إلى مغناتك مناتك. يعني إلا ما ربحتيش منها وما استرزقتيش منها، elle te fait plaisir، يعني te donne un grand plaisir، تكون عندك فيها متعة وحب وراحة. ده أقلها أنك تخيط حوايجك وتلبسهم بكل حب وبكل راحة للهدرة البنات. يلا 18 دقيقة، والله يعني ما سهلة البنات باش نهضر 18 دقيقة وانا مدايرة كومونتير على الفيديو، والله بزاف. ما حبيتش ندير ديريكتومون باش نقدر نقدرش نخدم ونشرح ومن بعد نحبس ونزيد نرجع، راهي تجي تايم 18. يلا خديت برايكم، درت الفيديو وحده ودرت الصوت وحده، مع اني نكره هذه الطريقة انها تخليني نعاود 100 مرة الصوت، وساعات يعيطوا لي، وساعات البورتابل تدخلني ابل، ساعات يجيو عندي وانا تلقاني شاك فوا نعاود في الفيديو. هاكم تشوفوا يا البنات، وحنا نتونسوا مع بعضنا، ساعة نحكي لكم على الطرزة، ساعة نحكي لكم على عالم الخياطة وعالم الطرز. واش راح نقول لكم هنا؟ فوالا، انا كنت ندير في العروش، هذوك العروش والعراف اللي باللون الاخضر، هادو كامل درتهم بطريقة الطرز الجزائري أو الطرز العادي، اللي كانوا كامل يطرزوه أمهاتنا، ومن بعد جينا حنا وطرزنا حنا، وكان بالماشينة الصغيرة. يعني نقصد أنه ما فيهش تدوار القرقاف، يعني ما نديروش فيه بطريقة التدوار هذيك ويجيو لي فاسون، يعني شوية مودرن. يقعد الطرز عنده دي تكنيك، تقنيات خاصة. التقنيات القديمة اللي كنا نستعملوها في الماشينة العادية، الماشينة الصغيرة ما فيهاش العراض، ما نقدوش نعرضوا ونضيقوا في الطرزة، كنا نحطوا على رقم معين ونطرزوا الطرزة كاملة. لكن عندنا واحد التقنيات كيفاش نتلاعب
بالقرقاف. كاين اللي يطرز طبعا بالقرقاف، انا نتلاعب مع القماش وندور بطريقتي، حتى وان يعني بالماشينه اللي كنت نخدم بها الصغيره، وكنت نجيب الطرزه باهيه، والسيوفه يكونوا الراس تاعهم مسنن، والعروش يكونوا تاني عندهم واحد الطريقه، يجيو خشين ويفضوا بالراس رقيق. هذا كامل بالماشينه الصغيره. هادو كامل البنات راح نتقاسموهم باذن الله. راني الدروس راح نحطوهم حاجه ورا اختها، ما تزربوش رواحكم وما نزربش روحي تاني. لا يخفاكم انه عندي القناه الاولى تاني فيها دروس للخياطه، وفيها ما نتقاسم مع مشتركاتي الكريمات ومتتبعيني. وكذلك ما تنساوش انا ربة بيت وعندي مسؤوليات، الله المستعان، ما بين قناتين وتصوير ومونتاج، وزيد نرجع لبيتي وقل لك ولنفسك عليك حق. قل ربي يعيننا وربي يوفقنا وربي يعطينا الصحة والعافية يا رب وراحة البال. شوفوا البنات، هنا استعملت العروش بطريقة تدوار القرقاف، هما لي فلور. دوك انا حنبدا لي فلور. دوك باللون الازرق، تقدر تقول ستان بلو توركوا، درت به عروش. درت الورقات اللي يجيو بالعراض، يعني نجيب الرقيق ونعرض عليه يعني بركبتي، نبعث العراض اللي هي تعرض لي الطرزه ونعاود نقفلها بعد بركبتي. هنا راني نخدم بالركبه. كاين عروش وورقات درتهم بالعراض، وكاين اللي درتهم عادي، يعني الطرزه عاديه وندور ونقفل الطرزه، يعني ما نمسش العراض خلاص. واش هي نطلق الطرزه كيما هذا كما نقولوا احنا لو اس ولا السيوفه. درتو بالعراض ورققت خلاص الدماغ. لكن الا بغات نخدم بالماشينه العاديه، لما نجي نفض الطرزه نروح ندور تاع اللي مسؤول على العرض نتاع الطرزه، نرجعه للخياطه باش نفيني الطرزه. خاطركم ما ديروا لهاش خياطه على الاخير، راهي الطرزه راح تتحل لكم، يعني الطرز يجي يتسل فاسيلمون. والخدمه الحرير والله ما سهله يا البنات، والله تعذب، سيرتو الا كان طحتو في حرير يتقطع فاسيلمون، يعني يكون شويه راشي، ولا نقولوا يعني كان عندكم وتخبى ان سيغتان مومون الحرير، يعني والله نواعر باش تخدموا به. وان جينيرال يعني ما نخبيش عليكم البنات، الطرز على الاول راهو واعر. يعني البنات اللي يحبوا يبداو يتعلموا يطرزوا لا تيأسوا، تكون عندكم قوة وإرادة. هنا وخبرتكم من الأول باللي ما كانش حاجة مليحة تجيكم بالساهل، هدرتها لكم مرارا وتكرارا. الطرز شويه يجيكم واعر على الاول، على بيها قلت لكم ابداو تعلموا بالبيد بيش، ما تنحيوش البيد بيش. اذا نحيتوا البيد بيش او ما تعرفولهاش الماشينه عندها تقنيات كيفاش تمشيها لما تنحي البيد بيش. يعني البيد بيش باش باك تنحيه وتجي تحطي على القماش وتطرز لك، لا لا لا, لا. ابدا. لازمك هذيك لما نحيو البيد بيش تقدر لازم نحطو يعني القرقاف. انا موالفه نحط طبقتين من لافيزلين لما نجي نطرز. طبقات دوك تاع الفيزلين يكونوا محدين مع القماش، يمنع القماش من التكماش، يعني ما يتكمش ليش. هذه يعني اون استيس. او ميم طون يديا راهم يجبدوا، والله ساعات يديا والله تحكمني فيه من السطره كي نعود نجبد على القماش. وانا الطريقه دي نستعملها لما تعود عندي طرزات كبيره. يعني قلت لكم من قبل، لا قلت في القناه الاولى عفوا، لما تعود طرزه كبيره مثلا عندي قندوره بالرقبه وبالحسكه، هذه كامل اوبليجي نخدمها بلا قرقاف، باسكو طول طون تنحي وترجع تنحي وترجع، تحكم وقت كبير. ديجا القندوره كامله شارجي وفيها وقت كبير. ما احنا جزائريين هاكم على بالكم نحبوا، وخصوصا الشرق الجزائري مشهورين بالقندوره. والقندوره تاع امهاتنا تاع جدادنا ضاربه في عمق التاريخ. القندوره تاع الجزائريه تاعنا تاع الشرق الجزائري تتلبس كي تعود تاع العراس ولا تاع العروسه، تتلبس شارجي. فوالا كاين اللي يحب يشارجيها حتى ما تلقاوي تحط يدك، وكاين اللي يحب شويه شويه، وكاين اللي تحبها خفافه. وهنا من بعد تدخل فيها الاذواق. على بالي نقول لكم كي تعود عندي القندوره شارجي ما نحطش القرقاف، نخدم ديريكتومون. هاكم شفتوا كيف كنت نخدم في النويورات. دوك شوفوا كيفاش نخدم النويورات. استعملت التدوار، يعني دورت القماش، انا ما رانيش نخدم بالقرقاف او طاره او المرمى، كل واحد كيفاه يسميه هكا باش تفهموا عليا كامل. الحمد لله عندي متتبعات الله يبارك من المغرب العربي،
اخواننا المغاربه، نعم نقول اخواننا المغاربه، احنا الشعب احنا رانا لا علاقه. عندي صديقات ومتتبعات الله يبارك مغربيات، نوجه لهم تحيه، واخواتي التونسيات يعني قمه ادب واخلاق وتربيه، ويخليوا لي واحد التعاليق ما شاء الله ما شاء الله. عراقيات كذلك وسعوديات، نوجه لهم تحيه كامل، وان شاء الله يلقاو كل الافاده. نبقاو كامل اخوه وكامل نستفادوا من بعضنا. شوفوا يا البنات، راني درت الطريق راهو يعذب. شوفوا بكري راني بدلت بيد بيش، وكما حكيت لكم كما حكيت للقناه الاولى. والله ما على بالي من حكيت عليه ليكم ولا ليها ما يهمش، راكم كل كيف كيف واللي هنا راه ملهيه. قلت لكم اني دي فوا الفيديو راهو ماشي بجهه، وانا التعليق تاعي راهو ماشي بجهه اخرى. راني لا علاقه مع الفيديو ساعه يعني جو مو غاتخاب. راني نعدت لكم البيد بيش هذاك اللي نحيت له العفاس هذاك اللي يتحرك، نحيت له المسمار اللي كان حاكمه. هاني كنت نوري لكم فيه، رجعوا باك شوفوا الفيديو تلقاوني نعت لكم فيه. كاين واحد المسمار حاكم هذاك العفاس اللي يتحرك. نحيته باسكو عندي منها الدوبل، يعني نحاول يزوجي انا ما قدرتلوش. سي ديفيسيل باش يتنحى. لما عدت نخدم عفوا البنات عفوا. لما عدت نخدم الوردات هذوك النويورات الصغيرونين، بيان سور البيد بيش ما يساعدنيش كيف يخبي لي الخدمه. على بالي قلت لكم البنات انه الخدمه الكبيره كي تعود عندي نقلات كبار، طرز كبير او رشمات كبار، نحي البيد بيش ونخدم ديريكتوم. باردون، نخلي البيد بيش ونخدم ديريكتومون بلا قرقاف او بلا الطاره او المرمى. اما اذا عندي هكا طرزات صغيرين ورقاق وكما الطرزه تاع البوكي هذا، كاين بلايص بيان سور الرجل ما ساعدنيش، نحيته وحطيت هذا اللي قلت لكم بريكوليته ولا بريكوليه ولا زوجي. كان عندي واحد والله ما لقيتوش، كنت نعته لكم خطره، هذاك قصه لي بلا مال. ما لقيتوش، جو سي با زي وزاد راح هو تاني وزاد جيسبارا. جيتي اوبليجي باش زدت واحد خلاف. فوالا هنا ما عنديش رسمه يا البنات، ما عنديش طرزه، وراني ندير فيها جوست تراساج، نتراسي هكا خياطه ولا زيكزاك رقيق، ونعاود نطرز عليها لما يعود عندي سيوفه ولا خنيجرات هكا باك مدورين ولا نقولوا الاس. نقدر نديرو بلا ما لازم نكالكي. ودي فوا ما نقدرش يمشي لي يعني الطرز يتعمر بعد يكروشي لي مع الرجل هذاك نص رجل، لا ماهوش رجل كامل. يعود يكروشي لي معاه، تلقاني لازم نهز البيد بيش باش يعدي وما يفزدليش الحرير. طبعا الحرير راهو تري سنسيبل ويتقطع ليه. فوالا كما تشوفوا لما نجبدو يروح فاسيلمون. مدوا البال يا البنات، وسعوا بالكم وخاطركم وتعلموا بالعقل. اكيد يعني قلت لكم داكور الطرز شويه واعر على الاول ويجيكم صعيب على الاول، لكن بالاراده بالتكرار، يعني تقعدوا يقول لك التكرار يعلم الشطار. وانا دائما هذه لا دوفيس تاعي ديما نقولها لكم هنا ولا في القناه الاولى، التكرار يعلم الشطار وفي الاعاده افاده. قعدوا خدموا عاودوا يا البنات. قلت لكم لبغات نغيب على القناه، لبغات ما تشوفوش فيديوهات يعني ما حطيت لكمش حوايج جدد، وقعدوا عاودوا قعدوا راجعوا في الفيديوهات اللي حطيت من قبل، راهي فيها فايده ليكم. الا حبيتوا تسترزقوا منها راهي طبعا تفيدكم بزاف. الطرز ما تقولوليش الميكرو راهو حاكم السوق وحاكم الساحه. تقدر تكون قندوره هكا فيها طرزه صغيرونه بك على الكوتي وشويه في الدرع من ومن، تقدروا تطرزوها وحدكم بلا ماشين وتجيكم باهيه وتجي رائعه. طبعا راح نتقاسم معاكم قنادر فيهم طرزات هكا ظريفين باهيين، مش كبار بزاف. نتقاسموا تاني تاع العريس، قنادر على الراسي. من بعد تقدروا ديروهم بالبيغلاج او ميم طون، نقولوا بالصم. تقدر يكونوا كوكتيل ما بين ميلونج ما بين الصم او التيرزي او المجبود. يلا نسمي لكم الاسماء الكل باش الكل يستفادوا الكل يفهموا واش راني نقول. نقدروا نديروا ان ميلونج تاع الطازه ما بين الصم او المجبود او التيرزي مع الحرير، او يعني الالوان تاع الحرير او الصم بداته. نقدروا نخلطوا فيه بليزيور كولور، يعني من لونين حتى ثلاثه. ودركا راكم تشوفوا باللي التيرزي او المجبود راهو عاد فيه اون غام تاع لي كولور الله يبارك. اللون الباهي بزاف اللي كي تخدموا ميلانج يجي روعه. بيان سور لما نخلطوا
لي 3 كولور اللي هما الدوغي والارجنتي والبرونز، يعني الذهبي والفضي والنحاسي. هادو 3 الوان لما يتخلطوا على قندوره تخرج ما شاء الله. ولما نزيدوا لها تعمار واحد نقول لك بيرلاج ان بيرلاج طبعا حسب القندوره بك دي بيرل باهيين. الانسان ما يكلفش نفسه، ما حش نقولوا نحطوه في الحرين برك، ولا نقدروا نحطوه في الدمي حر. حويجه تجي باهيه والانسان يخدمها لروحه، ما تسقاملوش. وسيرتو اللي يحبوا يخدموا لانفسهم يعني يتمتعوا بلا ما يستقام لهم الحاجه تاع ما تستقام لهمش في سومه كبيره. فوالا هاكم شفتوا هذا هنا السيف هذا ولا الخنيجره هذه درتها بالطرز العادي، ما درتهاش بالتدوير المرمى، راني درتها طرز عادي، يعني رحت ودرت نورمال. وفي التدويره هذيك رجعت شويه بالطرز باش عرضت البلاصه. هادو كامل يكونوا دروس رانا نديرو في تطبيق. تشوفوا قلنا الخدمه تاع تعطاكم كيفاه، نديرو شويه تحفيز، نحفزكم بيان كوم يلفون، ندير لكم القلب، ندير لكم الخاطر باش تبداو تتعلموا. وطولت شويه في الفيديو باش يطلعوا لي فيديو البنات السوايع، قلنا راهم طايحين بزاف. راني فايت الشهر والله تغيدني ساعات والله يعني توجعني في قلبي لما نشوف يعني لما يديروا قنوات التقرعيج، روحي تشوفي واش شريت، روحي تشوفي ذهبي، روحي تشوفي شورتي، روحي تشوفي هادي وهادي، وتلقى الغاشي طايح عليهم يقفلوا الشروط ميم با في شهر ونص، شهرين كي والو، وهما قفلوا الشروط نتاعهم. ومن بعد خلاص قناة تافهة ما تلقى فيها ما ينشاف غير تسياق معا. والله ضحكتني وحده قالت لي الحمد لله لقيت قناة تعلم حاجة مفيدة ابار تسياق معا. والله البنات داكوغ احنا كامل نساء وكامل نحبوا ديارنا يكونوا مسيقين، يكونوا باهيين، يكونوا مضاف ولا بصح ما نركزوش، ما نحطوش كامل والهته وكامل تركيزنا على الامر هذا يقعد امر ثانوي ماهوش امر اساسي. سي كيلكو شوز دو سكوندير، يعني تجي اون ديرنيي. الانسان يتمتع بالمواهب نتاعو. اذا عندك موهبه الفول اكسبلواتي، تمتعي بالموهبه نتاعك وخدمي بيها على روحك، ولا متعي روحك، متعي اختك امك اللي عندك. لا il reste un grand plaisir لما تكون عندك موهبه وتمتعي بيها نفسك واللي معاك. طبعا لا ضرر ولا ضرار، راكم فاهمين البنات. لما تمتعي اللي معاك راهو يكون كل شيء بالمعقول. اون ميم طون احتسبي الاجر واحسبي باللي راكي تعلمتي فيهم تو سامبلومون. تعلمي في الناس لما تحكمي يدك يلا ارجعيهم بالدراهم ورجعي تخلصي عليهم. نظن انه الفيديو قريب يخلص يا البنات. شوفوا هذاك البوكي كيف درت له، حكمت هذوك داك التقاطع اللي جاي كيما السله، درت له دويورات لداخل باللون الازرق، جا باهي زاد مد جماليه اكثر. واصلا في الموديل لقيته هكا، يعني بغات امي الله يرحمها شغلتها خدمتها بالطريقه هذه، الله يرحمها ويوسع عليها. من قال انه بعد فايت 50 سنه راني نخدم في النقله تاع امي الله يرحمها. الله يرحمها ويرحم جميع موتانا يا البنات. فوالا جو بونس انه كملت الفيديو، ما عنده ما مازال. نقول لكم يوم جميل، يوم موفق يا البنات، ومع السلامه.